السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم فيديو محشي الكوسة. هنتكلم في كل حاجة فيه يا جماعة. محشي الكوسة أنا بعمله دايما في الفرن، بحبه في الفرن كده، بيبقى ناشف وبيبقى حلو ومتحمر زي ما حضراتكم شايفين. أتمنى ان انتوا تجربوه. دلوقتي يا جماعة معانا كمية الكوسة اهي، معانا 4 كيلو كوسة. الكوسة دي احنا وضبناها قبل التصوير يا جماعة، قطعنا العنق بتاعها كده والجزء اللي بيبقى ناشف فيها من تحت ده، وغسلناها غسيل جيد لان بيبقى عليها رمل. اهم حاجة نغسلها مرة واتنين وتلاتة كده يا جماعة تحت مية جارية. وانا سبت جزء كمية معاكم اهو عشان اعملها قدام حضراتكم. اهو بنشيل القمع بتاعها ده كده اهو يا حبايبي. اتمنى ان الطريقة دي يا حبايبي تعجبكم. اهو يا جماعة كده بقى دلوقتي جينا لمرحلة التقوير. هنقور يا حبايب قلب الكوسة، هنقورها كده، بنلف بالمقوار داير ما يدور كده عشان نطلع القلب الاولاني كده اهو مرة واحدة. وبعدين واحنا بنقورها بنحرص ان احنا نخليلها جزء كده في الجوانب عشان يبقى مسكر مع حشوة الرز اللي انت هتحطيه. يعني ما بنخليهاش، ما بنقساش عليها قوي في التقوير زي البدنجان ان احنا بنبقى نرققه كده، لا دي لازم نخلي فيها جزء كده يبقى حلو مسكر في قلب الحشو. اه يا حبايبي انت بتحسي بايدك بقى كده الحته الهين اللي فيها وكده. طبعا ايدينا بتبقى متعوده على كده وخلاص حفظناه يعني. اهو يا حبايبي بقول لكم ان احنا سيبنا جزء اهو بسيط اهو. هنقور مع حضراتكم كمان واحده. اتمنى حبايبي الصغيرين ياخدوا بالهم من الخطوات البسيطه ديت، وهم بإذن الله هيعملوا أحلى حاجة ويمشوا بنفس الخطوات في الخلطة وفي التقوير، وتسيب جزء فيه كده وفي عمايلكم في الفرن، أو إذا كنتوا بتحبوها إن هي تتعمل في الحلة زي ما انتوا عايزين. بإذن الله ما تعملوها بإيدك وكده هتبقى أحلى حاجة. أهو يا حبايبي بنشيل برضو ونسيب جزء في الكوسة اهي، ما بنقساش عليها قوي، ونشيل القلب كله. القلب ده بقى لما بيبقى سايبين جزء كده بتبقى مع الرز حلو. هنقشر بقى يا حبايبي، هناخد جزء كده نجرد جزء كده بالمقوار برضو من السطح الخارجي، ما نقساش قوي علشان احنا مقورينها عشان ما تنكسرش مننا. اهو يا حبايبي هناخد طبقة خفيفة قوي كده من فوق، لانها يا حبايب قلب الكوسة ديت من اللي هي الخضار اللي بيبقى يعني ايه عادب. فلما احنا بنعمل الجزء اللي هو فوق ده بتبدأ انها تتطعم ايه وتحدق معانا وتبقى حلو. هي بطبيعتها النوع ده بيبقى ايه من طعمه عادب كده. اهي يا حبايب قلبي كده عملنا الكوسة، الكمية اللي عندنا كلها قورناها. بقول لحضراتكم اهو اهو القلب عندنا اهو يا حبايبي. هنحتاجه القشره دي الخارجيه اهي، طبعا ده هنتخلص منها مش عايزينها، وانا ما برضاش احطها على القلب يا جماعه. دي بقول لكم من الايه، من الجزء الخارجي اللي هو على وش الكوسه. القلب عندنا اهو يا حبايب قلبي مش هنرميه، طبعا احنا متعودين ان احنا بنبهره ونحط له الحدق بتاعه المظبوط وبنفرشه. وده يا جماعه كمان احنا بناكله، ده بيتاكل لو دقت طعمه بيتاكل اكتر قبل الكوسه المحشيه، من طعمته وجماله بيبقى متبل كده وبيبقى حلو. جربوه يا جماعه ما ترموهوش خساره. وطبعا في فوائد لعضله القلب، واللي بيعملوا رجيم برضو بيبقى مفيد وحلو. حطينا يا جماعه فلفل وكمون وقرفه وجنزبيل وملح وشوربه دجاج. طبعا كده احنا حطينا له التوابل بتاعته بهرناه عشان برضو ما يبقاش عادب تحت الكوسه، وما نيجي ناكله كمان يبقى ايه، يبقى حدقه وتوابله فيه يبقى مظبوط كده. كده يا حبايب قلبي هنقلبه
هنقلبه تقليب جيد وهنفرشه في ارضية الصواني اهو يا حبايبي. اهي يا حبايب قلبي. دلوقتي هنجيب الكوسة اللي عندنا، طبعا بعد ما قورناها غسلناها غسيل جيد مرة واتنين وشطفناها، بنرصها بقى في الصواني كده. الخطوة دي يا جماعة بتسهل عليا وانا باجي احشي، بشيل برضو الصابع احشيه واحطه مكانه. انا بحاول اسهل على نفسي الوقت، لان طبعا المحشي انتوا حضراتكم عارفين ان هو بياخد وقت. هنيجي دلوقتي عشان نعمل التسبيكة، هنحط معلقتين سمنة، معلقتين كبار كده سمنة يا جماعة. طبعا احنا قايدين على الصينية دلوقتي. هنحط برضو شوية زيت اهو. هنستنى لما السمنة تسيل معانا كده وتقدح معانا. اتمنى يا حبايبي ان طريقتي دي تعجبكم. بصراحة محشي الكوسة بالذات في الفرن بيبقى حاجة تانية غير اللي في الحلة خالص، وبيبقى ناشف كده وحلو. اتمنى ان طريقتي تعجبكم يا حبايبي. دلوقتي السمنة قدحت اهي. هننزل ببصلتين اتنين كبار، طبعا غسلينهم غسيل جيد ومخرطينهم قطع كده. هنحط يا حبايب قلبي شوية ملح صغيرين اهو على البصلة، بتسرع معانا من عملية التتبيل. صلوا على النبي يا جماعة واذكروا الله. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. دي يا حبايب قلبي معانا الفلفل اهو الوان. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كده دلوقتي يا جماعة بنشوح في البصلة تدبل معانا، دبلت معانا عن الاول اهيت. معانا معلقة توم متفرص كده، حطينا معلقة. التوم مع البصل يا جماعة بيدي نفس حلو لأي طبيخ، مكمل ليه بصراحة. هندبله برضو ونصفره بسيط. معانا قرنين فلفل أحمر بارد، قرنين فلفل أخضر بارد، ده قرن شطة أخضر وقرن شطة أحمر، الاتنين حامين يا جماعة. اللي عايز يحط قرن واحد فيهم كفاية، واللي مش عايز ان المحشي يكون حراق يستغنى عن الخطوة دي خالص، لو عندك أطفال يعني ومش عايزاه يبقى حراق. كده هندبل الخضار مع البصلة لما نحس ان الخضار دبل معانا اهو يا حبايبي. احنا ما بن مش عايزين المحشي يبقى حامي، عايزينه بس تبقى الحاجة الخضار دبلان فيه. معانا دلوقتي يا جماعة الطماطم ضربناها في الخلاط وفي حين ان انت بتعملي محشي مش لازم تصفي الطماطم بتاع المحشي، ضربها في الخلاط وخلاص. اما لو بنستعمله بقى لخضار لكوسه بتاع دي العمايل، كوسه البطاطس لبسله وجزر حاجات من دي، بنضطر ان احنا نضربها في الخلاط ناعم ونصفيه قبل ما نحط. اما للمحشي مش لازم، ضربيه في الخلاط بس ناعم وحطيه. حطينا يا حبايب قلبي معلقه سكر عشان تعادل الحموضه بتاعه الطماطم. وهنبهر بقى التسبيكه بتاعتنا. معلقه صغيره فلفل، معلقه صغيره كمون، معلقه نص معلقه جنزبيل. هنا معلقه كمون اهو يا جماعه. معلقتين بابريكا، معلقتين كزبره ناشفه وناعمه مطحونه بتخلي المحشي حلو. وهنا حاجه بسيطه كده من الملح، ومكعبين شوربه دجاج. هنقلب التوابل دي يا حبايب قلبي ونسبك التسبيكه بتاعتنا دي بقى لما الإدام ينطر على الوش كده. اهي يا حبايبي بدأت تغلي معانا اهيت. اتمنى يا حبايبي ان طريقة النهارده تعجبكم. ما تنسونيش باشتراك يا جماعة، اعملوا لي اشتراك، اكتبوا لي كومنت، واعملوا لي لايك، فعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. واللي اول مرة يا حبايبي يشوف قناتي يعمل لي اشتراك، ولكم جزيل الشكر. دلوقتي يا جماعة احنا بنسبك في التسبيكة بتاعتنا اهيت. اهي اثرت معانا اهي يا حبايبي، والإدام بتاعها طلع اهو على الوش، السمنة والزيت طلعت على الوش اهي. اهي يا حبايبي كده خلاص طفينا عليها. معانا الرز غسلينه، هننزله بقى على التسبيكة ونقلبه. هنحط الخضار اهو يا حبايبي. هنحط الخضار ونقلبه بقى مع الرز تقليب جيد كده، ونظبط الملح بتاعه لان احنا كنا حاطين شوربة دجاج وحاجة بسيطة ملح. لازم برضو نشوف حدق الحاجة. حطينا شوية ملح يا جماعة بسيطة هما. لازم تحطي يا حبيبة قلبي الملح على مراحل عشان الحاجة ما تجيش حادقة معاكي. لو جت عادبة معاكي
هتقدري تزودي ملح. اما لو جت حادقه معاكي يبقى كده خلاص. اهي كده يا حبايبي، لقيت التسبيكه قليله فيها ومش حمرة، زودت كمان معلقتين صلصه. وكل حاجه تبقى في ايدك علشان ايه ما تبقاش حاجه خرجت عن ايديك. كده يا جماعه هنعمل بقى ونحشي هنحشي الكوسه. الكوسه اللي هنشيلها هنحطها في مكانها تاني. هننزل كده يا حبايب قلبي ضغطه خفيفه، ونسيب الكوسه فيها خرطه صابع، بحيث لما تيجي تستوي تشرب الشوربه كده وتستوي في الفرن، يبقى الشوية اللي هم فاضلين خرطة الصبع دي هتزيد. لما يستوي الرز بيزيد. اهو يا حبايبي الصبع اللي انا بشيله بحطه مكانه تانية. كده بنسهل على نفسنا الحاجة، بنوضب حاجتنا كده في الاول وبعدين بنسهل على نفسنا الحشو. دلوقتي يا جماعة اللي بنحشي الكمية اللي عندنا اهي يا حبايبي، ونسيب برضو خرطة صبع رز. اهو يا حبايبي بنحشي برضو صبع كوسة معاكم تاني اهوت. اتمنى حبايبي الصغيرين يمشوا معايا خطوة بخطوة، واتمنى ان هم يتعلموا مني ولو معلومة بسيطة. كده يا حبايب قلبي حشينا كمية الكوسة اللي موجودة عندنا اهيت. خلصنا كمية الكوسة كلها، ودلوقتي الشوربة حطينا عليها معلقتين تسبيكة من اللي كانت معانا، وهنزود الكوسة. بتزويد الكوسة يا حبايبي نص الكوساية بتبقى في قلب الشوربة، والنص الفوقاني اهو مش طايله الشوربة. دي القيمة المظبوطة للشوربة لتزويد الكوسة. اهي يا حبايبي كده الصواني كلها اهيت. الصواني كلها كده مظبوطة معانا اهي. نص الكوسة اللي فوق باينة، نصها مش في الشرب، والنص التحتاني بس هو اللي في الشرب. كده يا حبايب قلبي جينا لمرحلة التسوية في الفرن. ايدنا الفرن لما سخن معانا دخلنا الصواني وعدلناها كده. والشواريق بقول لحضراتكم الشواريق بتبقى وسط وتحت بيبقى عالي. بنعلي الولعة تحت على ما هي تبدأ انها تغلي معانا بقى كده. وبعدين لما نلاقي الصواني بتغلي هنبقى نهدي برضو الشروقة التحتانية نخليها وسط. اهي يا حبايب قلبي بتغلي معانا اهيت. اتمنى ان طريقة النهاردة يا حبايبي تعجبكم. اعملوا الاشتراك يا جماعة وحطوا لي لايك. استوت معانا اهي يا حبايب قلبي. اتمنى ان الطريقة دي النهاردة تعجبكم. ناشفة يا جماعة، هي في الفرن بتبقى ناشفة وطعمة كده وحلوة عن اللي في الحلة. اهي يا جماعة بسم الله ما شاء الله. اهي كده يا حبايب قلبي خلصنا النهاردة الفيديو بتاعنا. اتمنى انه يعجبكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.